ارخص صن بلوك من دكتور راشل. احب اقول لكم تجربتي النهارده عنه باختصار شديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نزلت لكم طبعا ريفيو عن صن بلوك ايفا صن اند سي في الفيديو اللي قبل كده، انصحكم تروحوا تشوفوه لو انتم حابين تشوفوا يعني ريفيوهات كتير عن منتجات رخيصه وسعرها كويس وكمان تكون فعاله. النهارده كلامنا طبعا عن دكتور راشل. طبعا المنتج ده انا بجربه بقالي فتره طويله، وكنت بجربه طبعا في فصل الشتاء الفتره اللي فاتت، كان ممتاز جدا معايا، حلو قوي. بالمناسبه كمان هو كريم تفتيح مش مجرد صن بلوك عادي. سعره حلو قوي، يعني هو بيكون تقريبا فوق ال 100 جنيه، انا مش فاكره بالظبط، بس هو مش بيزيد يعني 100 120 130 جنيه، مش اكتر من كده. بشتريه اونلاين، موجود على نون وموجود على امازون وجوميا واي موقع يعني هتلاقيه بيبيع المنتجات التجميل، هتلاقيه برده موجود. وحجمها 60 جرام، يعني برده كميه كبيره، وبيقعد بالمناسبه معاكي فتره كبيره قوي. تعالوا نشوف كده قوامه على البشره. طبعا احنا عارفين ان احنا عايزين الصن بلوك بتاعنا يكون فعال، لازم نحط طبقه معقوله، يعني لا كبيره قوي ولا قليله قوي، علشان تحسي فعلا ان انت حميتي بشرتك من الاسمرار. بس مع الاسف زي ما انتم شايفين، انا لو حطيت كميه معقوله اللي انا بتكلم عنها، شوف البشره بيكون مع الاسف شكلها ازاي، عامله زي المهرج بالظبط. اوزعه هنا بسرعه، برده مديكي برده الطبقه البيضه دي مع الاسف. ومع الاسف برده من عيوبه ان انت لو هتعرقي بره، هو بيعرق طبعا، ولو بتعرقي بره في الحر هو طبعا بتحسي ان هو عمل لك طبقه جيريه. مع طبعا كل العيوب دي في فصل الشتاء انا ما كنتش حاسه بيها، لان اصلا الجو بارد ومفيش عرق ومفيش دهون، اصلا انا بشرتي من النوع المختلط، فما حسيتش باي فرق. فعايزه اقول لك لو انت حابه صن بلوك للشتاء ده هيكون حلو قوي، ولو انت بشرتك برده فاتحه هيكون حلو قوي، ومش هتحتاجي اي حاجه تانية اضافات، وبيفتح وفيه مواد تفتيح وهقول لك عليها حالا دلوقتي. بس انت لو بشرتك سمراء مش هيناسبك خالص. طبعا لازم تحطي تقدري تضيفي مثلا معاه شويه من الفاونديشن لو انت حابه ان انت تظبطيه لونه مع لون بشرتك. فكره حلوه لو انت جبتيه بعد ما جبتيه ومش عارفه تستفيدي منه، ممكن تستخدميه برده كمرطب ومفتح للايد والقدم وانتي خارجه، طبعا بيحميهم لك، ما بيسمروش خالص. على فكره نسبه الحمايه بتاعته حلوه، اللي هي 75 دي طبعا نسبه جديده شويه. وفي كمان على فكره من دكتور راشل درجات حمايه 95 و100%، ارقام برده كده كبيره، بس انا شايفه ان هي برده درجه حمايتها عاديه زيها زي ال50، بل بالعكس بحس احيانا ان درجه الحمايه العاليه دي مع المنتجات الدهنيه قوي دي بتطلع حبوب في البشره، فخلي بالك بقى انت لو بشرتك دهنيه برده او معرضه للحبوب. ما انصحكيش طبعا بالمنتجات دي خالص. حاولي تجيبي صن بلوك يكون لوشن كده خفيف مش كريمي. هي الماده الفعاله اللي بتفتح في المنتج ده، هم هنا كاتبين لنا على العبوه ان هو فيه نسبه من فيتامين بي 3. طبعا احنا عارفين البي 3 ده نوع من الفيتامينات المفيده جدا للبشره، اللي بتديها توهج ونضاره وتفتيح مع الاستعمال. فهو فعلا على فكره بيفتح، دي طبعا من مميزاته ان هو بيفتح البشره. فانت ممكن تستخدميه برده كريم تفتيح لو انت حابه تستخدميه في البيت، دي برضو فكرة تانية لو انتي جبتيه، او عايز تستخدمي مثلا مرطب نهاري لو بشرتك جافة، لو بشرتك عادية وعايزة ترطبي بيه البشرة وتفتحي وتحمي طبعا نفسينا. بالمناسبة احنا بنبقى قاعدين في بيتنا برضو فاتحة الشبابيك البلكونات، اشعة الشمس اللي داخلة دي برضو بتسمر وبتضر البشرة. فانتي خلي بالك بقى، عايزة قبل ما تخشي المطبخ قاعده في البلكونه شويه، حطي منه عادي. عايزه تستخدميه بشكل يومي برده حطي منه طبقه بس مش كبيره قوي، بحيث ان انت مستخدميها مرطب، مش هتحطي طبعا طبقه عامله زي المعجون، تكون عامله زي المهرج كده على البشره. ويا رب يا رب يا رب اكون قدرت افيدكم النهارده. بصوا ده شكله بعد تقريبا 10 دقايق من تطبيقه. بصي الفرق بين الايد دي والايد دي طبعا. فعشان كده انا بقولك لو انتي بشرتك فاتحه وبيضه قوي مش هيبان الفرق ده، اصلا مش هيبان، هيبقى شكله طبيعي وعادي جدا. لكن لو انتي بشرتك قمحويه او سمراء مش هيناسبك. اتمنى اكون قدرت افيدكم فيديو النهارده. لو حابه تعرفي معلومات اكتر او حابه ان انتي تسالي اي اسئله عندك في اي حاجه، اكتبي لي في الكومنتات ان شاء الله وانا هرد عليكي باقرب وقت. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.